بقيت 3 أسئلة كلها عن أحداث مصر. فأحد الإخوة يقول: أرجو أن توضح لنا مدى شرعية وحكم ما يجري في مصر الحبيبة. أي والله إنها حبيبة، وأهلها والله إننا نحبهم في الله، وهم شعب العرب مصر والعراق. فإن أسقطت من خارطة العرب مصر والعراق على قواعد التحقيق يبقى الباقي في الهامش مش في الصلب. ويراد بمصر ما أريد بالعراق، فأريد بالعراق شر كبير. والعجيب أن الذي يريد بمصر الشر العجيب هو الذي دمر العراق. وهذا من أعجب ما يكون. المؤامرة على مصر قديمة، المؤامرة على مصر قديمة، ولله سنة في كونه وفي شره. فقيام الناس في مصر يذكرك بقول الله عز وجل: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، بسبب الفقر الذي عندهم. لجاج، عتاه، نافرون، نفور لا رجعة بعده. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. المتظاهرون عندهم عتو، أمرهم عجيب. لما بقي لرئيسهم أشهر يسيرة قالوا حلال وحرام، وخلال 30 سنة حالهم ساكتون، ولا يقبلون انتظار الأشهر اليسيرة. وهذا شيء عجيب. هذا مصداق قول الله: بل لجوا في عتو ونفور. فسنة الله في كونه أن الظلم ظلمات، وأن الذي يظلم الخلق على الرغم من أن قيامهم لا يأذن به الشرع، إلا أننا لا نعامل المنهي عنه شرعا كمعاملة معدوم حسا. الفوضى التي تجري في القيام فوضى غير مقبولة. أن يقع اصطدام بين المختلفين بالطريقة التي تحولت إليها الأحداث في الآونة الأخيرة هذا أمر خطير جدا. أن يكون موقف عوام الناس جراء الإعلام فيكون حالهم أنهم يسيرون في فلك المتآمر عليهم، شعروا أم لم يشعروا. لا يجوز للعام أن يأخذ حكمه من الإعلام، والإعلام يخطط، والإعلام يعرض الأمور بطرق معينة لتكون ردة الفعل على طريقة على وجه معين. ولذا قال الحسن البصري كما عند أبي نعيم: قال الفتنة وهي مقبلة لا يعلمها إلا العالم، وإن أدبرت يعرفها العالم والجاهل. فالذي يجري في مصر الحبيبة يراد به تحطيم مصر والقضاء على بقية خير في مصر، وأن يحرش الناس، أن تحرش وسائل الإعلام والأحزاب ومن بيدهم القرار أن يفرقوا الناس شذر مذر، وأن يجعلوهم مختلفين فيما بينهم. هذا أشد مظاهر الفتنة على الإطلاق. هذا من أشد مظاهر الفتنة على الإطلاق. فندعو لأهل مصر أن يحفظهم الله عز وجل، وأن يحفظ بلادهم، وأن يولي عليهم الصالح، ولا نحب لهم الذي هم فيه. هذا الذي فعلوه لا نحبه له. والواجب عليهم أن يعلموا إنما أوتوا من ذنوبهم ومن تقصيرهم. والعجيب أن الشعب المصري كم يحب الله عز وجل ويحب دينه، إلا أنه شعب تغلب عليه العاطفة وما فهموا مراد الله عز وجل. هذه عقوبة للجميع بلا استثناء بسبب قصور الجميع. التغيير وفق سنة الله على ما فهمناه من القصص التي ذكرها لنا ربنا الأنبياء ليس التغيير بهذه الطريقة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الانقلابات وهذه الطرق هذه طرق الشيوعيين
وطرق القوميين وطرق أهل الدنيا وطرق الساسة. أما التغيير الشرعي المطلوب الباقي الدائم الذي يهنأ الناس بظله إنما هو أن يغير كل واحد منا ما بنفسه، أن يتوب كل واحد منا من قصوره، أن ننصر الله، فأن نقيم الواجبات العينية والواجبات الكفائية. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن يبقى حالنا مع ربنا هو وذنوبنا ظاهرة ومعاصينا لائحة غير خفية ونريد أن يغير الله عز وجل بنا، فهذا انتقام لأنفسنا، هذا انتقام لأنفسنا، وليس هذا نصر لديننا. فالدين ليس له صلة بالذي يجري في مصر. الذي يجري في مصر أناس مستضعفون شعروا أنهم مظلومون فهبوا وقاموا، وأهل الدين ليس لهم صلة فيما يجري. والواجب على الدعاة والعلماء وطلبة العلم أن ينبهوا الناس على خطورة ما هم فيه. أصبح هناك ناس مرتزقة، سواء اللصوص الذين تسميهم وسائل الإعلام البلطجية أو أذناب بعض الجهات وبعض القوى وبعض رجال الأعمال الذين يجعلون الفريقين يتحرشون فيما بينهم. لقد يأس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بين المصلين. هذه التحريشات تبدأ بالحجارة، وبلغني فجر اليوم كانت بالرصاص، وأسأل الله أن يحميها من حرب أهلية. أسأل الله أن يحمي مصر ويحمي أهلها من حرب أهلية. ومصر بلاد فقيرة، كثير من العوائل تنتظر الراتب أول بأول، فإذا طال الأمر فستجد عشرات من العوائل، ستجد مئات الألوف، لا أقول عشرات من العوائل، لا يجدون ما يأكلون. والفقر كفر، كاد الفقر أن يكون كفرا كما يعزى لعلي رضي الله تعالى عنه. فالأمر إذا العقلاء الآن ما تدخلوا، وإذا ما انتهت الأمور على وجه فيه تغليب مصلحة البلاد، الآن أصبحت مخالفات واقعة. الرجال مع النساء المتبرجات يجلسون يتركون المساجد يصلون في تظهر العورات، يبيتون في خلط الأمور، يعني ليس الشرع حاكما فيها. فمن يريد منا حكم الشرع فليست هنالك جهة تقبل أن تسمع حكم الشرع. الناس يريدون، الناس مواقفهم إنما هي ردة فعل عن الإعلام. فليس لنا إلا أن نوجه النداء للجميع أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعرف كل واحد منهم ما هو الواجب عليه، وأن لا يكون الناس قتلى أو صرعى لمعركة الإعلام. أن يفكروا برؤوسهم، وأن تعلم إن كنت تعبد الله في موقفك هذا فما هو مستند، وعلى من اعتمدت ومن الذي أفتاك. لا يجوز للعامي أن يفتي نفسه بنفسه، ولا يجوز للعامي أن يعتبر نفسه مجاهدا في ميدان ليس له فيه إمام. لا يعتمد على إمام ولا يعتمد على نص. وما ظهرت ظاهرة الجرأة على الفتوى إلا عند وجود أنصاف المتعلمين. طيب نسمع لنا إن شاء الله. هل يجوز القنوت هذه الأيام والدعاء لأهل مصر؟ نعم، الذي يجري في مصر لا يخص فئة ولا يخص عددا محصورا، إنما هو يخص الشعب بأسره. وإن دعونا لأهل مصر فندعو الله عز وجل لهم في الصلوات الخمس، ونجهر بالدعاء، ويرفع الإمام والمأمومون أيديهم، فيدعو الإمام والمأمومون يؤمنون. ونرجو الله أن يرفع البلاء عن أهل مصر، وأن يحفظ الدماء، وأن يحفظ الأموال، وأن يحفظ الأعراض، وأن يحفظ المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء. البلاء الذي في أهل مصر هذه الأيام شديد. والعادة الجارية
فيما خبرناه منذ بداية وعينا إلى الآن أن المؤامرة تبدأ على الأمة من مصر، ثم هذه المؤامرات تمرر بعد مصر إلى باقي الشعوب. فأسأل الله عز وجل أن يقطع دابر هذه الفتن، وأسأل الله ألا تنتقل إلى سائر بلاد المسلمين. فالجهات التي وراء هذه الأمور قادرة على أن تنقلها في أي وقت شاءت في أي بلد شاءت.